ودلوقتي جمعتكم من قلب القاهرة مع أحمد الموجي ورغدة منير على راديو مصر راديو مصر في كل مصر. مساء الخير عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده من قلب القاهره. هنكون معاكم النهارده ان شاء الله من دلوقتي ولحد الساعه 10. الاعداد تامر عبد العزيز ومن على المكسر عمرو عبد المنعم، وهكون معاكم احمد الموجي. طبعا يعني النهارده هيكون حلقتنا بشكل مختلف من مضمونها. يعني كنا بنتكلم عن مواد سياسيه، علاقات دوليه، اوضاع في مجالات اجتماعيه وسياسيه. النهارده هنتكلم عن موضوع امني. بالظبط أمني، الكلمة مش مبالغ فيها، فعلا الموضوع يتعلق بأمن كل واحد فينا. أمن كل واحد في حضراتكم دلوقتي، يعني لو هو بيسمعنا من البيت وهو ماسك الموبايل، أو لو هو واقف راكن بعربيته مثلا وماسك الموبايل، مش هنقول هو ماشي لأن ممنوع طبعا إن هو يستخدمه، ولكن الموبايل حتى لو هو في عربيتك هنشوف ده إن هو ممكن وهو موجود في العربية وأنت سايق ومش بتستخدمه برضه ممكن يكون بيمثل خطورة. هيكون عندنا التحديات والتهديدات اللي بتواجه كل واحد فينا من خلال استخدامه لمواقع التواصل الاجتماعي، السوشيال ميديا، الأجهزة نفسها اللي بيستخدمها اللي في حياتنا اليومية، يعني مثلا اللابتوب، التابلت، الموبايل وغيرها اللي بيدخل من خلالها على مواقع التواصل الاجتماعي أو بيستخدمها بشكل عام. إذن كل عصر ليه تهديداته وليه تحدياته، ربما بتختلف من عصر لعصر. مفهوم الخطر او يعني اللي بيمثل خطورة نفسه المفهوم واحد، ولكن الآلية وحجمها هي دي اللي بتختلف من عصر لعصر. احنا دلوقتي في عصر المعلومات، في عصر التكنولوجيا، التحول الرقمي، وبالتالي الآلية اللي هتقدر من خلالها الأطراف انها تلحق بيك الضرر هتكون من خلال الأرقام ومن خلال التكنولوجيا. النهاردة هنتكلم عن التحديات والظواهر الرقمية والإلكترونية اللي ممكن إن من خلالها أي طرف من الأطراف، سواء يعني أطراف من الهاكرز اللي هنتكلم عنهم النهاردة، أو يعني أيا كانت الطرف اللي ممكن يمثل عليك الخطورة، يقدر يدخل من خلالها، سواء من مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، تويتر، تليجرام وغيره، أو الجهاز نفسه اللي في إيدك زي ما أشرنا. كل اللي بيقوم بده ناس متخصصة في الأمور دي، هم بيسموهم الهاكرز. معانا النهاردة الملقب إعلاميا بصائد الهاكرز، وهو المهندس وليد حجاج، خبير وباحث في أمن المعلومات. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم. يعني أنا ما حبيتش إن أنا أطول في الموضوع، وعاوزين نعرف حضرتك الملقب إعلاميا بصائد الهاكرز ده بيعمل إيه بالظبط؟ طبعا هو الهاكر مش نوع واحد، أو المخترق مش نوع واحد، هم أنواع كتيرة جدا. حسب اللي بيقوموا بيه بيتم تصنيفهم، وبيتم كل واحد فيهم بيبقى ليه لقب. بمعنى ان احنا عندنا في اشهر نوعين، الوايت والبلاك، اللي هو الابيض والاسود، الابيض الخير والاسود الشر. تمام. ودايما بيطلق عليهم صاحب القبعه، يعني يقول لك صاحب القبعه البيضاء، صاحب القبعه السوداء، بلاك هات هاكر، وايت هات هاكر. دول اشهر نوعين. في نوع كمان الجراي هات هاكر، ده اللي هو المنطقة الرمادية اللي في النص، ده اللي بيعمل حاجات غير مشروعة لتحقيق أهداف مشروعة. يعني يسرق بنك عشان يوزع فلوسه على ناس غلابة، يعمل هاكينج على حد عشان ياخد حاجة بطريقة غير شرعية عشان ياخد الفلوس دي يعمل بيها خير. يعني عامل فيها اللي هو بطل، روبن هود يعني. فده بيطلق عليه جراي. او ان هو حضرتك تكون مثلا وقعت في مشكله فلجأت لحد فبدأ يساعدك، بدأ ياخد منك شويه معلومات، زعل منك، بدأ يستغلها ضدك، ده برضه يطلق عليه جراي هات هاكر. دول اشهر 3 انواع، ولكن في انواع بدأت تطفو على السطح الفتره اللي فاتت، وتحديدا من اول 2011 بدأت تنتشر قوي. اشهرهم نوع اسمه هاكتيفيست. الهاكتيفيست ده اللي بيدعم فكر ديني او سياسي. ده مش بيعمل هاكينج عشان عايز فلوس، ولا بيعمل هاكينج علشان عايز حاجه غير انه يقول ان هو عنده وجهه نظر، وان هو اقوى منك، وان هو يقدر يعمل. ده بدأ يطفو على السطح الفتره اللي فاتت، زي انونيموس كده اللي نسمع عنهم، اللي موجودين بره مصر، اللي بيدعوا ان الانترنت يبقى فري ومفيش حاجه اسمها انترنت بفلوس وكل حاجه تبقى ببلاش. دول الهاكتيفيست. في نوع تاني اسمه كامباني هاكينج كرو، ده اللي بيشتغل في الشركات دلوقتي وبقى منتشر جدا علشان يأمن الشركه. ده غير السكيورتي تيم. السكيورتي تيم اللي بينفذ.
اما الكامباني هاكينج كرو دول هاكرز شغالين جوه الشركه بيعملوا هاكينج على الشركه، يعني هم شغالين جوه الشركه عشان يعملوا هاكينج على الشركه. يعني وكان هو بيعمل اختبار دائم بالظبط للعاملين على الحمايه. بالظبط، فهو بيكتشف الثغرات يديها للناس بتوع السكيورتي يعملوا غلق للثغرات دي. في كمان جفرمنت هاكينج كرو زيها زي بتوع الشركات بس ده للحكومات. وفي نوع منتشر جدا بقى كلنا نعرفه بس ما نعرفش اسمه، ده يطلق عليه سكريبت كيدي هاكر، اللي هم اطفال الهاكرز او الاطفال اللي معاهم سكريبت. عارف حضرتك السكريبت اللي هو خطوات سابقه التجهيز، زي سكريبت حلقه زي اي حاجه. واحد ما عندوش فكره عن اي حاجه عن امن المعلومات ولا عن الهاكينج، ولكن حد اداله طريقه او قرا طريقه على الانترنت فيبتدي يشتغل على السكريبت ده بالخطوات بتاعته. مجرد ان هو هيملى بيانات معينه، لا هيبعت كذا لفلان، فلان داس على اللينك خطوات، يبعديها يعمل كذا، فلان هيعمل كذا، وبالتالي هو مش فاهم اي حاجه، ولو الترتيب اختلف او حصل اي حاجه هو مش عارفها هيعطل. ما ده اللي احنا ودول اللي عاوزين نتعرف منه بيسرقوا النهارده، لان احنا بنتكلم هنا عن التوعيه الالكترونيه والتكنولوجيه بالنسبه للناس، ان مش قوي لينك نفتحه. بالظبط، وده اللي هنتكلم فيه. يعني امتى اعرف ان اللينك ده موثوق منه واقدر ان انا ادخل عليه، وامتى اللينك ده ابدا اشك او يكون عندي ريبه من خلال المعلومه دي، او من خلال التوعيه اللي احنا بنقوم بيها النهارده ان شاء الله اقدر فعلا ان احنا نحمي نفسنا من كل المحاولات اللي بيقوم بيها الهاكرز. تمام. انا في نقطه بس عايز الساده المستمعين يعني ما يسمعوش كلمه هاكر يخافوا، ما هوش بعبع. ليه؟ لان الهاكرز فيهم انواع كويسه. في اكاديميك هاكر، ده الراجل الاكاديمي اللي بيدرس ازاي الحاجات دي بتحصل. في اليت هاكرز، في تيلي كوميونيكيشن هاكر، ده اللي بيستخدم خدع الاتصالات اللي بقت منتشره دلوقتي وكمان في مصر. على سبيل المثال الشيء بالشيء يذكر، ان تفوجئ على سبيل المثال جات لك رساله، الرساله دي بتقول لك لقد تم خصم 500 جنيه من الكارت الخاص بيك وجايه من البنك اللي انت عندك حساب فيه. وبعديها بشويه صغيرين يجي لك تليفون، التليفون تلاقي الرقم اللي ظاهر لك هو رقم البنك او رقم الجهه اللي انت بتتعامل معاها. مساء الخير يا فندم، مع حضرتك وليد حجاج من الحته الفلانيه. اهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك احنا في معامله غريبه تمت ب 500 جنيه على حساب حضرتك من خارج الدوله المصريه، واحنا شاكين في المعامله دي حضرتك اللي عملتها. هو حضرتك اللي عملت المعامله دي، حضرتك هتقول ايه؟ مش انت هتقول لا طبيعي، الرساله جات لي مش وانا اساسا قاعد في البيت. لا حضرتك انا ما عملتش حاجه. طب حضرتك احنا ممكن نلغي المعامله دي ونرجع لك الفلوس. يا ريت، لان انا ما عملتش حاجه. طب حضرتك ممكن نراجع البيانات مع بعض؟ خد منك بياناتك. في حين ان لا المكالمه من الجهه اللي هي بتقول انها تنتمي اليها، ولا الرساله اللي جات لك من الجهه اللي المفروض ان انت متوقع ان هي دي الجهه. طب انا ازاي اتاكد يا فندم؟ يعني بص، هو الموضوع صعب جدا للناس الغير متخصصه، ولكن اي حاجه جايه لحضرتك مش انت اللي عاملها، يعني المكالمه اللي تجيلك صعب انك تعرف هي حقيقيه ولا مش حقيقيه. لكن لو حضرتك اللي متصل تقدر تتاكد. يعني هقول لحضرتك بمعنى ادق، انا جيت اتصلت بحضرتك وظهر لك رقم خدمه شركه الاتصالات اللي حضرتك عندك خط فيها، ايا كان نوع الموبايل تبع انهي حته، وادعيت ان انا من الشركه دي. حضرتك مش هتقدر تحدد اذا كنت انا من الشركه ولا لا، لان الرقم اللي ظاهر لك هو رقم خدمه العملاء بتاعهم او الرقم اللي ينتمي اليهم، ودي خدعه بتتعمل بيها الارقام دي. يعني اي حد ممكن يتصل باي حد من اي رقم. ففي الحاله دي حضرتك متلقي للمكالمه، ما تقدرش تفرق هي حقيقيه ولا مش حقيقيه. طب حضرتك عايز تتاكد، طب بعد تقول لي انا بقى كراجل بيكلمك في التليفون، طب بعد اذن حضرتك اقرب فرع فين، او انا هقفل مع حضرتك وهتصل بخدمه العملاء. بدل انت اللي متصل بخدمه العملاء وانت اللي مكلم الجهه، فدي اضمن ان حضرتك فعلا بتكلم الجهه صح. ما دام انا اللي طالب، ما دام انت اللي طالب. لكن لو انت المتلقي، في حاجه اسمها الكولر اي دي اللي بيظهر للناس ده، في حاجه بتلعب في الكولر اي دي ده وتتحكم فيه، تعمل اي رقم تليفون حتى لو كان رقم غير موجود. اللي هو اللي هيظهر لي مين اللي رقم الطالب، مين اللي يعني انا بطلب حضرتك ورقمي 1 2 3 4. ممكن حد تاني يطلبك ويظهر رقمي على الشاشه عند حضرتك يعني انا ممكن دلوقتي حضرتك واحنا على الهوا اتصل بيك ويظهر رقم اختك على الشاشه، او يظهر رقم والدك او والدتك، وانا اللي طالبك من تليفوني مش هو اللي طالبك. هو ممكن اطلبك من رقم يظهر لك الرقم ده مش موجود اصلا، 01 صفار، والرقم ده ما فيش حد معاه الرقم ده اصلا. طيب انا مش هسال حضرتك ده ممكن يتعمل ازاي. لا هو مش الهدف ان احنا نعمله ازاي، هو الهدف ان احنا مش ده هدفنا، ما نثقش. هدفنا ان احنا نحمي نفسنا. وبالتالي بالزبط. مش اي مكالمه تجيلك لمجرد ان الرقم يبدو انه معلوم ليك او انت عارفه تثق في المصدر المكالمه.
مش اي حد هيكلمك ياكد معاك بيانات، يطلب منك تفاصيل، لأن يقول لك ممكن انا المكان والله راجع الفلاني. مع حضرتك اخر رقم في البطاقه كذا، طب اخر معامله عملتها كذا. لازم ده بيحصل. ندقق في الامور دي. بالظبط. ده في حاجه كمان الطف كمان بقى، وبيقنعوا الناس بيها وبياخدوا منهم فلوس من كروت الائتمانيه بتاعت البنوك من خلال الحركه دي. مم. كل بنك حضرتك في اي دوله في العالم الرقم بتاع الكارت بتاعه متقسم ل4 اقسام. تمام. اول قسمين دول مدلول للدوله وللبنك، وبقيه الارقام دي رقم الكارت. مم. وبالتالي مثلا لو البنك بيبدا ب1 الفلاني. 2 3 4 5 6 7 8 ده فرع مصر من البنك اكس. فاي حد معاه الكارت في البنك ده هيبقى 1 2 3 4 5 6 7 8. متفقين؟ مم. هكلم حضرتك، مساء الخير يا فندم، مساء النور، ومن رقم عادي. حضرتك انت كسبت معانا بما ان حضرتك بتبيع وتشتري على الموقع الفلاني، او حضرتك عميل مميز عندنا في الشركه، فحضرتك كسبت معانا مبلغ 3000 جنيه. تحب حضرتك المبلغ ده تاخده كاش من اي محل من خدمات اكس اللي بتدي الفلوس، ولا حضرتك تحب احوله لك على كارت من كروت البنوك او كروت البريد او اي كارت من الكروت اللي معاك؟ فانت هتستسهل تقول لا حوله لي. طب بعد اذن حضرتك طلع الكارت كده، هو الكارت بتاع اديني حضرتك بيانات. لا انا بقنعك بقى. تمام. الكارت بتاع حضرتك بيبدا ب1 2 3 4 5 6 7 8. طب بقيه الارقام ايه؟ قال يعني هو من البنك ومعاه اول مجموعه وبيكمل بيانات. فتروح حضرتك مديله ال8 ارقام الباقيين، يقول لك طب تمام اقلب الكارت في 7 ارقام ورا بيبداوا ب1 2 3 4. طب هو عارف ان الارقام اللي بتبدا من ورا ال7 ارقام اللي ورا، ال7 اللي ورا دول عباره عن جزئين. اول 4 هم اخر 4 في وش الكارت، واخر 3 هم اللي بيتم بيهم السحبه بتاعه الفلوس. تمام. اذا في مساله المكالمات انا الاضمن او اكتر حاجه تكون مطمناني هو لما اكون انا اللي طالب. صح. ده الاساس في الموضوع. صح. لو حد طالبني برضو لازم اخد احتياطاتي علشان بقدر الامكان يكون التعامل مباشر بيني وبين الجهه اللي هو بيدعي ان هو بينسب نفسه ليها. وحاجتين كمان عشان يبقى الموضوع ده كده الناس وصل لها بشكل كامل. مفيش حاجه اسمها انت كسبت. اي حد يقول لك انت كسبت لمبه حمراء كده تنور ان ده كده عمليه نصب. اي حد يكلمك على التليفون يقول لك مليني بيانات كارت او مليني بين كود جالك، مفيش حاجه في الكون كله اسمها رقم كودي جالك او رقم سري جالك تديه لحد، لا فيسبوك ولا واتساب ولا فيزا ولا اي نوع من انواع الكروت ولا اي حاجه في الدنيا حد ياخد منك كود جالك. دي كلها حاجات عاريه تماما من الصحه. مفيش حاجه اسمها حد يكلمك ويتاكد معاك البيانات على التليفون ويبقى هو اللي طالبك، حتى لو كان الرقم اللي ظاهر لك ده هو رقم الجهه. اطلب اقرب عنوان للجهه وروح بنفسك اكد البيانات. ده اكتر حاجه تخليك مطمن. يعني الموضوع ده ان شاء الله يكون واضح ومفهوم لكل الناس. اذا الضمانه زي ما حضرتك اشرت ان يكون انا البدايه اللي دايما المبادره من عندي، واللمبه اللي حضرتك اشرت اليها ان مفيش حاجه اسمها ان انت كسبت كذا وان انت تبعت لي والله البيانات الفلانيه البين كود او غيره او غيره ابعتها لي. يعني كده خلاص مفيش حاجه اسمها كده احنا كده مطمنين بالزبط. ان شاء الله. طيب مش بس المكالمات هي اللي بتمثل خطوره بالنسبه لنا، احنا عندنا امور متعلقه بالمواقع نفسها، فيسبوك على راسهم اعتقد يعني. كمان الاجهزه. فاحنا هنتكلم في المواقع وهنتكلم عن الاجهزه وازاي ان برضو يعني اقدر احصن نفسي ضد يعني اي اذيه ممكن تكون من خلالهم. لكن بعد ما نروح لموجز الاخبار، وموجز اخبار الساعه 8:30 وهنرجع لكم مره تانية مع المهندس وليد حجاج، خبير وباحث في امن المعلومات والملقب اعلاميا بصائد الهاكرز.